حبايبي طلاب اولى اعدادي، برحب بيكم احدثكم من الهوم بتاعي، البيت بتاعي جاي لكم يا باشا، وقاعد يا باشا بروق الكلام. طيب انا حبيت ان انا اطلع في فيديو كده احل معاكم سؤال على الاسئله بتاعت الهاي ليفل. تمام كده. طبعا لو انت طالب بطيخه مالكش دعوه بالفيديو ده، اعمل سكيب على طول، فكك منه. تمام كده. طيب بص يا حبيب قلبي، انا بس جاي احل معاك فكره كده بس على درس السكوير روت مش اكتر. طيب بص بيقول لك ايه. بيقول لك انت معاك A و B و C. ركز بقى كده معايا. A و B و C دول 3 سكويرز زي ما انت شايف بعينك كده. الاريا بتاعت السكوير سي ب 9. شايف السكوير سي ده؟ او شايف السكوير سي ده؟ يا مستر شايفه. الاريا بتاعته ب 9. طب يعني ايه يا مستر؟ طب ما انت عارف ان الاريا بتاعت السكوير عباره عن سايد تايمز سايد، صح كده؟ طب ايه الحاجه اللي عامل لها تايمز في نفسها تدينا 9؟ اكيد 3، يبقى 3 تايمز 3. يبقى ده معناه ان السايد ده ب 3، يبقى الحته دي ب 3. في اي مشكله كده؟ يبقى السايد ده هيطلع معانا ب 3 الحته دي اهي. طيب تعالى كمل معايا. بيقول لك الاريا بتاعت السكوير بي ب 36. شايف السكوير بي اللي قدام عينك ده؟ الاريا بتاعته ب 36. طب ما نفس الكلام، ايه النمبر اللي عامله تايمز في نفسه يديني 36؟ 6 تايمز 6، يبقى اكيد السايد ده ب 6. اوبا، يبقى السكوير ايه ده؟ لو انا عايز اعرف السايد ده كله هعمل ال 6 بلس ال 3، صح ولا لا يا واد؟ يبقى يطلع السايد ده ب 9. فهو كان عاوز الاريا بتاعت السكوير ايه، يبقى انا هقول له 9 تايمز 9. يبقى طبعا الاجابه هتكون 81. 81. في اي مشكله؟ طيب طبعا ما تنساش في الاخر تحط سكوير يونت دي في الاخر، سكوير يونت. ودي طبعا كانت الفكره بتاعتنا النهارده. اتمنى ان انت تكون استفدت منها. باي باي.